السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة دروس العلوم الطبيعية. اليوم إن شاء الله بعدما أنهينا مقطع التحصل على الطاقة عند النبات الأخضر سنقوم بملخص بسيط لما تعلمناه في هذا المقطع. إذا هنا يتنفس النبات الأخضر كأغلب الكائنات الحية. إذا حيث يمتص ماذا؟ يمتص الO2 من الوسط ويطرح CO2 وبخار الماء يعني H2O. إذا هنا بكل بساطة أثناء التنفس يمتص الO2 وماذا يطرح؟ يطرح CO2 زائد H2O. هذه مظاهر التنفس هي امتصاص الO2 وطرح CO2 والH2O. إذا هذه عبارة عن مبادلات غازية تنفسية إذا تتم على مستوى جميع الأعضاء، يعني كل أعضاء النبات الأخضر تتم على مستواها الأعضاء. من هو العضو الذي تتم على مستوى بكمية كبيرة؟ هي الأوراق الخضراء. لماذا؟ لأنها تمثل سطح تبادل كبير الغازات، باعتبار أنها تحتوي على الثغور الورقية، خاصة الجزء السفلي من الورقة يحتوي على أكبر عدد من الثغور الورقية. إذا هنا التنفس ما هو؟ هو مصدر للطاقة، يعني هو إنتاج الطاقة اللازمة لنشاط النبات الأخضر باستعمال ماذا؟ باستعمال العناصر الغذائية في وجود ثنائي الأكسجين. يعني معناه هنا من العناصر الغذائية متمثلة في الغلوكوز. إذا هنا غلوكوز في وجود الO2 ماذا نحصل؟ نحصل على طاقة زائد ماذا؟ زائد CO2 وبخار الماء. إذا هذا عبارة عن تنفس في وجود الO2. إذا هنا تتميز بعض الكائنات الحية، بعض يعني ليس كل، بنمط حياة خاص وهو التخمر. يعني التخمر كذلك هو نمط من أنماط الحصول على الطاقة باستعمال ماذا؟ إذا هنا تستخرج الطاقة اللازمة لنشاطاتها بتفكيك المواد الغذائية في غياب ثنائي الأكسجين. معناها الغلوكوز في غياب الأكسجين، يعني عدم وجود الO2، تنتج لنا الطاقة مع CO2، لكن في هذه الحالة ينتج معها كحول إيثيلي. إذا هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تخمر. إذا الأول عبارة عن تنفس، الثاني معادلة التخمر. إذا هذا باختصار معادلات التنفس والتخمر. إذا هنا لدينا وثيقة ماذا تمثل؟ تمثل الورقة. هنا الورقة خضراء معرضة للضوء، ثم في الضوء ماذا يغلب على الورقة؟ يغلب عليها التركيب الضوئي. لماذا؟ لأن سرعة التركيب الضوئي أكبر من سرعة التنفس، فبالتالي هنا في وجود الضوء يقوم النبات بعملية التركيب الضوئي. هنا عندنا ماء وأملاح معدنية تدخل عبر النسغ الناقص، هنا الدخول، ثم يتم امتصاص ماذا؟ CO2 وطرح الO2 في النهار، لكن هذا لا يعني أن الورقة لا تتنفس في النهار. إذا هنا بالنسبة للتنفس ليلا، التنفس ماذا يحدث؟ يحدث امتصاص للO2 وطرح للCO2 وH2O وتركيب ماذا؟ أو الحصول على الطاقة. إذا هنا التنفس يكون ليلا ونهارا، أما التركيب الضوئي يكون فقط في وجود الضوء. بعد ذلك قلنا أن الورقة هي أكبر سطح للتبادل. لماذا؟ لأنه تحتوي على المسامات الورقة أو الثغور الورقية. إذا هذه عندنا صورة للثغر مغلق، هنا نشوفه الفتحة ضيقة نوعا ما، وهنا لدينا الثغر مفتوح، يعني الفتحة هنا واسعة من أجل دخول وخروج الغازات. إذا هنا مكنت الدراسة المقارنة بين التنفس والتخمر أن الظاهرتين مصدر للطاقة وتكون أكبر في التنفس. يعني الطاقة الناتجة أثناء التنفس أكبر من الطاقة الناتجة أثناء التخمر، كما يتم فيها تفكيك الغلوكوز حيث يكون كليا في التنفس وجزئيا في التخمر. كيف ذلك؟ يعني هذا عندنا جدول المقارنة بين التنفس والتخمر. إذا التنفس أين يكون؟ يكون في الوسط الهوائي. إذا أما التخمر يكون في الوسط اللاهوائي، معناه هنا في وجود الO2 وهنا الO2 غائب. هنا لدينا التفكيك كلي للغلوكوز، يعني هنا مثلا لو وضعنا 150 جرام من أصل الغلوكوز، إذا سيتم تفكيك 150 جرام من الغلوكوز خلال مدة قصيرة، مثلا 9 أيام بالنسبة
الخميرة في وجود الأوتنين، بينما بالنسبة للتخمر يكون فيه تفكيك جزئي. مثلا لو وضعنا 150 جرام من الغلوكوز سيتم تفكيك فقط 45 جرام من الغلوكوز خلال ماذا؟ خلال 3 أشهر. يعني هنا رانا نلاحظ المدة طويلة جدا والهدم جزئي فقط. إذا هنا بالنسبة للنواتج نواتج التنفس عندنا CO2، بخار الماء، والطاقة الكبيرة، طاقة كبيرة. بينما في التخمر يكون فقط إنتاج للCO2 الكحول الإيثيلي، أما بالنسبة للطاقة فتكون طاقة قليلة. إذا هذا بالنسبة للمقارنة بين التنفس والتخمر. إذا هنا ماذا لدينا؟ في الخمائر والفطريات استعمالات مفيدة للإنسان في الصناعات الغذائية وغيرها، كما أن لها تأثيرات ضارة تفسد الأغذية وتطرح السموم، وهذا ما يستدعي أخذ احتياطات مناسبة. معناه يعني هنا الخمائر، من بين هذه الخمائر عندنا خمائر الخبز، لكن هناك أيضا فطريات، مثلا فطريات تفسد الغذاء، مثلا علب ياغورت بعد أن يعني مدة الصلاحية تاعها تكون خلاص انتهت مدة الصلاحية، سنلاحظ مجموعة من الأعفان والفطريات هنا هذه تطرح سموم ضارة بالجسم، بينما هناك خمائر جيدة مفيدة للجسم مثل خميرة الخبز. كذلك بالنسبة للبكتيريا التي تعيش في الحليب، البكتيريا التي تحول الحليب إلى رائب أو إلى جبن يكون عن طريق هذه البكتيريا، لكن هذه البكتيريا تكون نافعة غير ضارة للجسم. إذا هنا يجب أخذ احتياطات مناسبة حول خاصة حول مدة الصلاحية الأغذية إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن الفطريات تقريبا تعيش في معظم الأغذية، لذلك يجب تعقيم الأدوات إلى غير ذلك. إذا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله نلتقي في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.